العميل شاف شغلنا، تواصل معانا، ابتدينا ان احنا نعمل معاينه، نرفع المقاسات، وبعد كده رسمنا البلان بتاع الفرش ووزعنا كل حاجه، وابتدينا ان احنا في التعاقد طبعا واشتغلنا. مساء الفل، مع حضراتكم باشمهندس أبانوب من شركه ديكوريتيف. معانا موقع، الموقع ده مستلمينه نص تشطيب زي ما حضراتكم شايفين، هو على المحاره وعلب الكهرباء. العلب الكهرباء الكويسه معانا اللي لها استخدام بتخدم البلان بنشتغل بيها ونشغلها معانا. اللي ملهاش استخدام بنبتدي ان احنا نشيلها ونلغيها عشان ما تاخدش مننا اسلاك وتعلي التكلفه معانا. الهدف هو انك تعمل الشغل المظبوط بالتكلفه المظبوطه، وده اللي احنا بنحققه في ديكوريتيف. عندنا هنا ادي لوحه الكهرباء، وطبعا الفليكسبل ده طالع للسقف لان هيتشد جيبسون بورد. تعالى ادي عندي زي ما حضراتكم شايفين، هو الموقع يمكن مبهدل شويه بس علشان خاطر زي ما حضراتكم عارفين يعني موقع عمل، موقع شغل، فطبيعي انه يكون مبهدل كده شويه. ولكن بعد ما بنأسس الكهرباء ونخلص والسباكه ونخلص، بنبتدي ان احنا نروح شايلين كل ده ونكنس الموقع. تعالى نلف من هنا. عندي هنا كده ادي التكييف في الشكل ده علشان خاطر يخدم معايا الريسبشن كله، تمام. وطبعا مؤسسين للعلبتين الكهرباء بالشكل ده، ومؤسسين طبعا للليفنج. تعالى بص عدي من هنا. ومؤسسين للليفنج بالجزئيه دي برضو علب كهرباء. هات العلب الكهرباء دي كده، ايوه بالظبط، تمام. وطبعا عندي هنا الكهرباء والشطر بتاع الباب الاولوميتال، وعندي هنا ده البلكونه. ده بالنسبه للكهرباء، وطبعا تحكم الاناره. وبعد كده هندخل على الطرقه زي ما حضراتكم شايفين. اول ما بندخل الطرقه مؤسسين باريزه وطالع منها الفليكسبل اللي طالع لفوق. هندخل عندي هنا كده المطبخ يمكن معتم شويه بس لما نوصله لسه الكهرباء. هنا المطبخ زي ما حضراتكم شايفين، باريزه تحت، باريزه على العالي. وادي السباكه معانا بالشكل ده. وطبعا الكهرباء علبه على العالي وعلبه على الواطي، وفي الثلاجه علبه على العالي وعلبه على الواطي، تمام. بعد كده هندخل على الليفنج عندي طبعا اول ما بندخل ادي عندي الاناره، وعندي الباريزه، وعندي فوق المخرج اللي طالع لفوق. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين، تعالى حبيبي لف من هنا. وادي عندي مخارج الشاشه. بعد كده هندخل على الطرقه. عندنا الحمام مركبين على دفء. تعالى الابيض ده، طبعا الابيض ده العزل بتاعنا. طبعا بعد ما بنخلص التصاريف بيتكنس ده كله وخلاص بيبقى نضيف جدا. ده بالنسبه للعزل. وده عندي ماسوره التكييف، وده عندي التغذيه بتاعه الحوض. وده عندي الحوض، وده عندي الغساله، وده عندي الخلاط الدفء والرين شاور اللي طالعه. وده عندي القعده الجروهي الدفء، وده عندي خلاط دفن برضو كمان. ده بالنسبه للحمام معانا بالعزل اللي موجود. بعد كده هندخل على الغرفه. هذه الغرفه زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. طبعا مهم جدا جدا، ودي حاجه اساسيه، انك لما تخلي الصناعيه انها تشتغل تخمر في النص. ليه؟ لانه لو خمر على الجنب ده او على الجنب الثاني، الميه بتاعه المونه هتبتدي تطلع على الحائط، فالحائط تشرب الميه دي، فتيجي بعد كده لما تشتغل في النقاشه تقع. فعلشان كده تخلي الصنايعيه اللي معاك تقول له خمر لي في نص الغرفه، وما تجيبش اي تخمير ولا اي مونه على الحوائط. زي ما حضراتكم شايفين هنا اسسنا الصرف بتاع التكييف، وطبعا الشباك الاولوميتال. وبعد كده طبعا الاناره والباريزه، ومطلعين مخرج فليكسبل فوق ومخرج فوق للجيبسون بورد. وطبعا عندي هنا الباريزه اللي رابطه ديفيتير ما بين الباريزه دي وما بين المفتاح ده، العلبه دي، وما بين العلبه الثانيه ديفيتير، تمام. تعالى بعد كده عندنا القاعده دي زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. طبعا المواسير الصرف، برايز تقويه، وعندي التكييف. عندي التكييف اهو بالشكل ده فوق. بعد كده هندخل على ده الحمام الخاص بالماستر بدروم زي ما حضراتكم شايفين. ده الحمام بتاع الماستر
زي ما حضراتكم شايفينه. هنا عندي ده كله ده عمود، والكلاينت كان عايز يعمل زي مسطبه في الشاور. عندي هنا كده زي ما حضراتكم شايفين، هنا ده الخلاط الدفن، تمام. وعندنا هنا علشان خاطر في خوارنق كبير، فمشينا بالسباكه وطلعنا لفوق وسنطرنا الرين شاور. عندنا القرصه فوق مع سنتر الخلاط. فمش معنى انك قابلت مشكله فالسباك يقعد يلف حوالين نفسه. السباك الشاطر والمهندس الشاطر بيخترعوا اي حلول، هي شغلانتهم، هو ده الشغل. اهو لقى الكلاينت كان عايز الخلاط الدفن، عملنا الخلاط الدفن. وعايز الخوارنق، اتعمل الخوارنق. ماسوره الصرف مشت. طبعا هنا هيتقفل بالمحاره، ثم قيمه المحاره، ثم قيمه السيراميك، وهيتقفل بماده، وهيتشطف على زاويه 45، وهيتقفل حاجه ما شاء الله تحفه وحلوه جدا، ويبقى متقفل خالص كده. فعندي ادي الماسوره اهي، لفت معايا طلعت لفوق نزلت، ادي الرين شاور في سنتر مع الخلاط. طيب عملنا كل ده علشان خاطر ابتدينا كسبنا الاثنين، عملنا الخوارنقات وعملنا الخلاط الدفن ونزلنا رين شاور. طبعا لو كان سباك غير اللي معانا طبعا كان مشي كده، كان بهدل لي، كان خلى الماسوره في نص الخوارنق، ما كانش هينفع. الشغل ازاي ده يعني؟ ان شاء الله ده شغل كده وخلاص بقى على الله. فاكيد ما كانش هينفع طبعا كده، فاخترعنا لها وابتكرنا لها الجزئيه دي. ده بالنسبه للشغل السباكه اللي موجود، اللي الكلاينت كان حاببها وكان عايزها، لان هو حابب حاجه زي كده. طبعا ده زي ما قلت ده عمود خرمنا فيه بالشكل ده، وتقفل شبكه حديد علشان بعد كده تتقفل في السيراميك معانا وتتقفل خالص. طبعا هي يعني تشيل حمل كبير، ممكن اطلع عليها بص اهي كمان. ده بالنسبه للحموله بتاعتها والوزنها حاجه متينه جدا وقويه جدا وصلبه جدا. طبعا الازاز هيتقفل، الازاز السكوريت هيتقفل معانا بالجنب ده. هنبدا طبعا ندخل قيمه بعد الخوارنق ونروح قافلين بالقطوع السكوريت بالشكل ده. يبقى انا كده جوه الشاور. طبعا المساحه كبيره جدا وكويسه، وعندي الخوارنق هنا وعندي الخلاط الدفن. هكون قاعد مرتاح جدا وواقف اهو. ادي عندي الرين شاور نازله، هتبقى حاجه جميله جدا. وعندي هنا ماسوره الصرف، الجريلا بتاعه الصرف هتكون المستطيله والمثلثات المقطوعه في السيراميك عشان نثبت الميول اللي هتكون نازله في الشاور. وطبعا زي ما قلت القطوع السكريت اللي هو الباب الجرار السكريت، تمام. ده بالنسبه للجزئيه دي. وبالنسبه للقعده، قاعده شاسيه دفن من شركه جروهي. القعده زي ما حضراتكم شايفينها بالشكل ده، على القعده متسنطر طبعا بالشكل ده. وكمان استغلينا الجزئيه دي وعملنا خوارنق تاني برضو ماشي بنفس الليفل، كلهم ماشيين على خط واحد، ولكن عشان نكسر السيمتريه فطلعنا بده لفوق. طب احنا قطعناها ديت برضو عشان التصميم فطلعناها لفوق. بالنسبه للخوارنقات وبالنسبه للقعده وبالنسبه للخلاط الدفن العمومي. وعندنا هنا الحوض، وطبعا المخرج الفليكسبل اللي طالع معانا علشان خاطر المرايه. وبالنسبه عدل الحوض هيتقفل خالص، الشباك هيتقفل خالص ويبقى كده تمام. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ادي الصرف، وادي طبقه العزل، وادي الحمام بالتفاصيل بتاعته اللي لسه شارحها هنا. وشطاره السباك معانا ان لا يا باشمهندس، ما احنا طالما عايزين الخلاط هنا، طب ما احنا ممكن نعمله هنا ونمشي كده ونطلع كده ونلف. هنخسر ايه؟ كوعين بس، هنبقى عملنا شغل بروفيشنال، هنبقى عملنا شغل فعلا يستحق انك تشوف وانك تتعلم. وده بجد ومش عيب انك تشوف وتتعلم. ده بالنسبه للحمام بتاع الغرفه الماستر. وبس كده، انتظرونا في اي شغل تاني. شكرا.